بتأثر مع الوقت على جهازنا المناعي، ازاي نحافظ على مناعة قوية. الحقيقة أسئلة كتير جدا، وموضوع مهم جدا 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 لينا كلنا، وهنعرف حاجات كتير قوي عن مناعتنا ما كناش عارفينها في الحلقة دي إن شاء الله. وكل ده هيفيدنا فيه يقوله لنا دكتور مجد، مصرية للحساسية والمناعة. دكتور مساء الخير على حضرتك، مساء وحضرتك الخيرات منورنا. أستاذة هند وكل المشاهدين في العالم كله، أهلا بكم. أنا مبسوطة جدا مبدئيا يا دكتور إن أنت منورنا في الحلقة أهلا دي، وسهلا. لأنه لما بتكون دايما معانا أنا بحس إن الحلقة بتكون غنية وثرية بالمعلومات. أشكرك. في الأول كده ببساطة، إيه هو جهاز المناعة؟ إيه هي المناعة؟ كلمة مناعة بالإنجليزي معناها immunity. تفتح القاموس الترجمة بتاعت immunity يقول لك حصانة. هي فعلا حصانة، هي زي الباسبور اللي بيخليك تعبري جميع العوائق وكل ما يهدد حياتك داخليا وخارجيا. معنى كده ان انا اجدادي كان عندهم حصانه كويسه، ايوه، وما كانوش يعرفوا ولا سرطان ولا امراض، وكانوا بيعيشوا سنوات طويله، وكانوا ما بيروحوش اطباء، وانا منهم على فكره. انا ما كنتش بروح اطباء وانا صغير، تقريبا زياره الاطباء كانت قليله جدا، وكانوا بيعيشوا صح، وكانوا يتمتعوا بمميزات كثيره جدا احنا فقدناها. احنا دلوقتي في مرحله فقدان المناعه الطبيعيه اللي كانت عندنا، وعشان كده جات لنا امراض. والشعوب اللي ما زالت تطبق الطقوس الخاصه بالحفاظ على المناعه ما زالت قويه وتعمر، زي اليابان وزي الصين، وفي دول كثيره جدا هتلاقي فيها المعمرين بياكلوا اكل مختلف وعايشين حياه مختلفه عن الدول الاخرى. ومش بس كده، ده الاحفاد الياباني اللي احفاده هاجروا في امريكا او اوروبا بقى عندهم امراض ما كانتش موجوده عند الاجداد، وده مهم جدا. والمانيا نفس الشيء برضه. واضح دلوقتي ان الاحفاد اللي ما سمعوش الكلام بتوع الاجداد وابتدى بعد كده يجي لهم امراض جديده، زي ما انت عارفه، زي ما دلوقتي الكورونا مثلا. كورونا كان متحور 300 متحور في العالم، ما كانتش موجوده زمان، وما كانش في حاجه. يعني ده الخلاصه، ان كل امراضنا وكل مشاكلنا دلوقتي اصبحت مناعه، سرطان وغيره وفيروسات جديده ومستجده والحاجات دي كلها، والموت اللي بيجي في زي ما انت شايف الارقام اللي هنقولها بعد شويه. كل ده لفقداننا الحصانه والباسبور اللي كان ربنا بيديهولي وقت ما اتولد. عشان كده بدأت كلامي، لأنه الناس بدأت يبقى عندها وعي كبير قوي أو اهتمام كبير قوي بقصة المناعة دي بعد كورونا. برافو. ولكن يا جماعة ده في أمراض خطيرة قوي زي السرطانات أصلا بتحصل نتيجة إنه مناعتنا مش بخير، بعافية. طب أنا هقول لحضرتك، إحنا بنتولد بيبقى عندنا جينات في جسمنا تعمل بعد الشر سرطان، في نفس الوقت عندنا جينات تمنع تكبح السرطان. الجينات اللي يبقى كل حاجه ليها القفل بتاعها، زي مثلا سلك الكهرباء في بلاستيك من بره يحمي هو. يبقى كل حاجه عندنا كان عندها المفروض تعمل ضرر، في حاجه بتكبحها. ولكن الماده بقى او مثلا الجين اللي كان عندي المفروض يمنع السرطان بيقل مع حاجات كثيره جدا، يقل مع العمر، يقل مع ممارسه، انا سمعت بتتكلمي عن الرياضه، ممارسه الحركه، يقل مع الكسل، يقل مع التوتر، يقل مع البلبعه والمخدرات والادويه والحاجات كثيره جدا. فاصبحت في اشياء بتخلي الناس يجي لها سرطان. يقول لك هو بيجي منين؟ ما هو بيجي من عمايلك انت، مش انت بس، ده عمايل غيرك. شفت دلوقتي تغير المناخ والقمه اللي احنا عاملينها في صحيح 90% من مشاكل تغير المناخ مش من عندنا، من دول ثانيه بتصدرها لنا احنا، وتقع في العالم الثالث او العالم النامي هو اللي بيدفع الثمن. يبقى مهم قوي ان يكون كل واحد بيسمعنا وبيشوفنا في العالم كله، مش يتفرج بس على التلفزيون. ده انت النهارده هيبقى ليك دور في تغير المناخ، هتمنعه وتحاول ترتق. معناها ايه؟ عارفه يرتق؟ كانه حد بيخيط برافو. كان زمان يبقى اسمها يرفيها. برافو، يرفيها. يبقى احنا عايزين نرتق الجهاز المناعي ونرتق الكوكب الذي تدمر بملوثات عملناش احنا، عملها ناس تانية وضرونا احنا. اللي بيدخن سيجاره يقول لك انا الحمد لله من بعد ما تغير المناخ بتدخن السيجاره بره. طب اقف عندك، انت عارف ان الابحاث الحديثه بتقول ان الذي يدخن في الهواء الطلق يطلق لسموم التدخين الى بعد 30 قدم في الهواء الطلق. انت كده بتأذيني انا وانا قاعده في بيتي وانا ماليش ذنب اصلا. انا ما بتكلمش على البيت، انا بتكلم على واحد انا واقف اشاره مرور
وفاتح سياره شباك السياره، انا جارك يا اخي اللي قاعد جنبك فانت الشقة هتضر اللي وانت في جنبك. الهواء الطلق، انت فاكر نفسك بعدت عن المكتب او عن اسرتك، انت بتضر اللي في السياره وبتضر الناس اللي ماشيه وعلى بعد 30 قدم. شوف بقى الاضرار. مش بس كده، سمعت عن البصمه الكربونيه ويقول لك الكربون، ودلوقتي كان في يوم مخصوص على الكربون أيوة. وجه فيه رئيس الولايات المتحده وهكذا. حقيقي. الكربون ده مشكلته ان هو كل ما يكتر الكربون ده معناه ان انا بدخل في احتباس حراري، في ان انا الكربون بيزيد وفي الغازات بتاعت الدفيئه دي والانبعاث الحراري بيزيد. كل ما يكون الكربون اكتر في الدنيا امراضنا هتزيد، والجبال هيبقى فيها مشاكل، حتى النواقل اللي تعمل زي مثلا الملاريا هتزيد وتروح بلاد ثانيه. ثاني اكسيد الكربون هيزود حبوب اللقاح، يبقى بقى فترات طويله من السنه، مش بس ربيع، ياخد فصول تانية وكميات اطول وكميات اكبر ويعمل لي حساسيات اكتر. شوف سهله ازاي، بس البصمه الكربونيه. وكمان هيخلي عندنا في حراره بتزيد. مصر دلوقتي حرارتها بتزيد. انا لما رحت مدرسه اول يوم كانت الدنيا بتمطر، دلوقتي لا، انا جاي الدنيا حر وانا عايز البس صيف في نفس الوقت. يبقى لازم نعرف ان البصمه الكربونيه افهموها واعرفوا ازاي تفرملوها. البصمه الكربونيه كل ما تزيد العالم يدخل في احتباس حراري وزياده درجه الحراره، والجبال الثلج هتدوب والميه هتقل. واوروبا دلوقتي بقى فيها في بعض الانهار متصوره الكوبري على الارض جفت يبقى الجفاف. يبقى البصمه الكربونيه هتزيد من حضرتك لو دخنت سجار. اما نيجي ناكل النهارده، انا يعني بقول لهم في البيت عندي وانا من زمان على فكره، انا بقالي حوالي مثلا 20 سنه او اكتر من 20 سنه ما خدتش السكر، وبقالي فوق ال 20 يا دكتور خالص ما عنديش سكر ابيض في البيت ولا بني ولا اولادي. كنت لسه هقول لك مفيش. حياتك، لكن حياتك كمان عارف تعمل كنترول على اولادك؟ مفيش. هم لا، احنا مره رحنا في محل كبير، السوبر ماركت ده، وبعدين لقينا في الحاجات اللي احنا شارينها كيس سكر. فالمدام قالت للاولاد مين اللي جاب ده؟ كل واحد قال مش انا. فاتضح كانه ان سم في حد من الاطفال مش بتوعنا حطوا غلط في عندنا. لا، احنا ما بناخدش السكر ده، ما بندخلوش بيتنا، ولا بناخد السكر الابيض ولا البني، وده بيعمل 80 ضرر صحي. طب معلش يا دكتور، انا بس هوقف حضرتك هنا لان دي نقطه مهمه جدا، ومتهيألي هتفاجئ ناس كتير قاعده بتتفرج علينا، نفسها ومنى عينها ان اولادها بس مش ما ياخدوش سكر، لا، يقللوا شويه من حجم السكريات اللي بيستهلكوها. شوفي، هو حياتك نجحت ازاي في ان انت تقنع حضرتك، اولادك؟ احنا لا لازم، بس انا بس نفسي اقول ما أنا السؤال هقول ده عشان نجحت ازاي تقنع اولادك ان هم يبطلوا سكر؟ ما تديش الامر بدون شرح. واحد، يبقى لازم انا اشرح. اثنين، لازم انت كمان قدوه. ما ينفعش اقول ما تدخنوش وانا ماسك السيجاره او في حاجات في البيت، ما ينفعش الحاجات. يبقى لازم احنا نكون قدوه، ولازم نتناقش بالفايده. تعالى يا حبيبي، انت لو خدت السكر في ضرر ولا في فايده؟ تعالى نشوف الاضرار. 1 2 3 4. يقول لي ده انا اصحابي كلهم، ده انا صاحبي ما جاش النهارده مدرسه اصل عنده 7 سنين مسوسه. شفت بقى انت؟ الحمد لله، احمد ربنا. يبقى هكذا. السكر من ضمن الحاجات الحديثه اللي انتشرت في العالم، وشركات السكر زي شركات الطبخ. شركات السكر اكتشفت ان هناك ادمان للسكر عند الانسان في العصر الحديث، والخلايا التي تجعل الانسان يدمن السكر هي نفس الخلايا التي تجعل الانسان يدمن الهيروين. وبالتالي انت تحتاجين للسكر. كل ما تكبري كنت بتاخدي معلقه على عنده 200 سنه، انت عايزه كل يوم 8 و10 معالق عشان في ادمان. واذا وقفتيه بتبقى متعصبه وعصبيه وهكذا. واصبح السكر في كل حاجه. ده بيحطوه حتى في الكاتش اب، ده بيحطوه في كل شيء، حتى في الطبخ بيحطوه كمان في الحلويات. والمصريين او العرب ابتدوا يدخلوا السكر في حياتهم وفي الدين. يقول لك مولد النبي نجيب حلاوه المولد. انا عندي النهارده شهاده فرح اجيب شربات وسكر. ابتدت الفرح كل حاجه فيه سكر، كل حاجه عندنا بقى فيها سكر، وده خطر كبير جدا لانه بينقص المناعه بالنسبه لي، لانه ماده بتؤدي الى السرطان في النهايه، لانه بيجذب الميكروبات والفطريات، وده ماده ضاره، وكمان بيزود الوزن. وانت عارفه الوزن، زياده الوزن 25 مرض مش عايزينهم. يبقى بالتالي قللوا من السكر لو سمحتوا، وده لو قللت من السكر ايضا هتقلل من البصمه الكربونيه. الحاجه الثانيه، تعالي ناكل. ليه علاقه يا دكتور؟ ادي واحد. الحاجه الثانيه يقول لك انت اتكلمتي في المناعه وقلت لك ان الاجداد والاحفاد والكلام ده. مش احنا اكتشفنا ان مصر كان فيها معدلات منخفضه جدا لاصابات ووفيات الكورونا؟ اسباب كثيره جدا. الوعي السياسي للقياده، ودخول الاجراءات الاحترازيه مبكرا، والتطعيمات اللي جبناها بس في حاجه مهمه، حاجتين مهمين كمان، ان انا كل الناس اللي انا بصحى الصبح واسلم عليهم الصبح، اصدقائي الاعزاء
اللي بيجيبوا لي الفاكهه والخضار كل يوم من الارياف كلهم ما جالهمش كورونا. كل الفلاحات والفلاحين والبياعين بتوع الخضار اللي انا اعرفهم شباب وكبار وشياب وعجايز ما جالهمش كورونا لانهم بياكلوا كويس. او يعني جات لهم ما جالهمش. ومرت عليهم في مرور لحظه الكرام قدروا انت يتخطوها من اول يعني. في الحلقه قلت جمله وقلت كلنا جالنا كورونا. مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كلنا جالنا كورونا؟ مفيش حد قال. لا مين؟ انا بقصد لا لحظة. دكتور العدوى بس دقيقه واحده. في ناس ما جالهاش. هي العدوى موجوده، انا ممكن اتعدي بس انا مريت بيها من غير اضرار، من غير ما ادخل. ربنا يديك الصحه. لا انا ما بتكلمش على نفسي، لا، بتكلم حتى على الفلاحات الجميلات اللي قاعدين اوعى ننسى يبيعوا. الناس اللي ما جالهاش كورونا. انا اوعى بس ننسى الناس دول. انا بس بتكلم انه اكيد ممكن يكون جالهم زي دور برد عادي، مر عليهم مرور الكرام قولي زي ما تقولي. وتعافوا. قولي زي ما تقولي. عندنا مناعه سوبر باينه في الارقام بتاعتنا، باينه في الاحصائيات بتاعتنا، باينه في المصريين طبعاً، بيتحدوا أكيد. دايما. المصريين بيتحدوا بس واضح ان احنا عندنا توليفه، ممكن تكون دي توليفه فرعونيه، توليفه ان الناس المصريين بياكلوا اكل مختلف. ايه اللي خلى امريكا كان بيموت 30,000 واحد في نيويورك وما كانش حد هنا؟ ليه؟ اكله مختلف. الجانك فود. انا هدخل لك في بقى دي. انا جاي اعزم دكتور انا عايزه بقى دلوقتي استفيد واعرف، واكيد السكر الناس هيدخلنا على الجانك فود. لا عايزه اعرف، انت حضرتك قلت المصريين مروا من الكورونا بسلام، واحنا كنا من اقل الدول اللي طبعا. فيها اعداد مصابين، وان احنا حتى ما كانش عندنا اعداد كبيره بتدخل المستشفيات وبتوصل لحالات الوفاه. فاحنا عايزين نعرف ايه التوليفه اللي موجوده في اكلنا، اللي هقوله في اكلنا عشان بتمنعنا من الاصابات الخطيره. سالتيني انا ازاي سيطرت على البيت والسكر والكلام، قلت لك انا القدوه. وانا دايما بقول لهم دلوقتي عشان بعد المؤتمر ده عايزين نقلل البصمه الكربونيه في اكلنا. احنا لو النهارده هناكل لحمه مثلا، الاسره هتاكل لحمه وعايز لحمه او اكل دجاج او سمك، لو حضرتك اكلت دجاج او سمك بدل اللحمه النهارده انت هتقلل من البصمه الكربونيه يا استاذ يا عزيزي 75%. لو اكلت ايه يا دكتور؟ لو اكلت دجاج او سمك لحم ابيض بدل اللحم الاحمر، بدل اللحمه الحمراء، هتقلل من البصمه الكربونيه في العالم 75%. ليه بقى؟ ازاي؟ اصل البصمه الكربونيه بتاعت اللحمه جايه من بقره، ودي بتطلع حاجه اسمها، او الحيوانات دي بتطلع غازات من ضمنها الميثان، ده بيخلي فيه احتباس حراري، وده بتستهلك كميات كبيره من الاعشاب وبتستهلك كميات كبيره من الميه. يبقى ده انتاج اللحمه هيخليني اخسر كتير، وهيخلي في غازات تطلع في الهواء كتير وتلوث العالم سنوات طويله كثيره. يبقى فعلا اما بنقلل من استهلاك بقى اللحوم الحمراء، ده بيخلي في وفره عندنا في المشاكل اللي بتعمل تغير المناخ. 1 2 ان احنا لو كترنا من الحبوب، لو كترنا من البقول، وارجع تاني، هم اليهود اما جم يقارنوا بنفسهم والمصريين، مع ان هم عندهم النبي سيدنا موسى فقالوا ادعوا لنا ربك ينبت لنا وتخرج الارض ايه؟ من بقلها. يعني اليهود الاذكياء حسدوكم انتوا عشان البقول، وجاي في الكتب السماويه وفي القران حسدوا المصريين على البقول. ايوه، يبقى البقول مهمه جدا ومكتوبه في القران، وحسد المصريين الفراعنه عليها لانه فعلا بياكلوا بقول. فعلا هو فعلا نرجع تاني للبقول لان دي مهمه جدا، غايبه في المائده الاوروبيه والامريكيه، ومن ضمن الحاجات اللي موجوده عند الناس اللي مش هقول لك الفقراء، لا المصري العادي بياكل بقول، ومن ضمن الحاجات اللي بتخلي عنده مناعه. ترجع عليها بقى تاني مؤتمر بتاع ايه؟ شرم الشيخ. ايوه، تناول البقول وتناول الحبوب يؤدي الى بصمه كربونيه اقل من تناول اللحوم بشكل عام. شوفوا سهله ازاي؟ يبقى لما تيجي بعد كده هتصرفي النهارده في الاسبوع ده ايه؟ كتري مره عدس، مره فول، مره لوبيا، مره فاصوليا. ولو اشتقتي قوي للبروتين ابدأي حطي بيضه قبل الفرخه، حطي فرخه قبل السمكه، حطي سمكه، اخر حاجه هيبقى اللحم. عارف يا دكتور كلامك ده بيفكرني انه على قد ما المصريين القدماء كانوا بيعتزوا جدا بالمقابر بتاعتهم وكانوا بيحطوا الحاجات الغاليه جدا معاهم في المقبره، احنا لقينا في بعض المقابر بقول. أيوة. عدس. عارفه كلمه بصاره؟ بصاره دي بيصوروا بالفرعوني، يعني لقيناهم كلمه فرعونيه معاهم بقول. يبقى لو سمحتوا مش عايز بقى يقول لا انا في واحد يقول انا عمري ما اكلت فول. فول ايه يعني؟ فول لا كله لان دلوقتي بعد الناس اللي ماتت من الكورونا في العالم اللي كانت عمرها ما كلت بقول، ابتدوا في امريكا وابتدت اوروبا تنتشر مطاعم كثيره جدا كشري.
مش بيقولوا مصريين بقى هم سرقوا التأليف بتاعتهم. مطاعم الكشري دلوقتي موجوده، عايزين ناكل كشري الشرق، كشري المصري، كشري الكشري والحاجات دي كلها ارجعوا لها تاني وانسوا شويه الاكل الغربي اللي اتعلمتوه. بدل ما تروح مطعم حديث من اللي هو 5 ستارز والكلام ده، يحط لك وجبه يقول لك دي الوجبه بقى وعليها كومبو وعليها ما اعرفش ايه، وتدفع دولار اكتر، تاخد سكر اكتر، تاخد مشروب غازي اكتر، تاخد حاجه ملونه اكتر. غلط. مين اللي قال اما انا اكل تحط لي سكر في الاكل؟ مين اللي قال ما بدل ما اشرب ميه او اشرب عصير ليمون او فاكهه وانا باكل تحط لي حاجه مسكره وحاجه ملونه وتعمل لي عليها اعلانات، ويطلع الابطال بتوع الرياضيين في بعض الدول يمسكوها ويشربوها عشان يخلوني انا او ابني انا ياكلها؟ مين اللي قال اما اجي اكل بدل ما اكل عيش او خبز وفي رده تقوم تجيب لي كيس فيه بطاطس معموله بالطريقه الفلانيه وتغمس بيها وتقول لي ده؟ مين اللي قال لما تروحي المغرب بالليل اروح السوبر ماركت ابقى زعيل حزين جدا؟ الستات مروحين بالليل جايين من الشغل وكل واحده رايحه تجيب وهي خارجه من السوبر ماركت جايبه كيس فيه بطاطس معموله بالطريقه الفلانيه، عده الوان واربع خمس ازايز كبيره كده ملونه مياه غازيه، هتروح لبيتها اولادها مستنيينها، عايزين بعد كده انتاج وعبقريه وابداع من الطلبه دول. الطالب اللي ما اكلش طول النهار ومستني امه ترجع بالليل معاها الاكل وراجعه بدل ما ترجع بكيس فاكهه وشويه خضار والحاجات اللي قلت لك الفلاحات، فين الجرجير والبقدونس والحاجات الخضراء دي كلها؟ مش هقول لك بقى الجعداد والسريس والحاجات دي والكرات. يبقى ارجعوا تاني للمائده المصريه لرفع المناعه، لان المائده دي كانت جميله جدا ودي اللي كانت خلت اجدادكم احسن منكم في الابداع. ايوه فين؟ كان عندك طه حسين وعباس العقاد وكان عندك المطربين مختلفين خالص عن المطربين مع احترامي ليهم. كان عندك شوف عبد الوهاب وام كلثوم وعبد الحليم. ايه الابداع ده؟ ايه الابداع ده؟ ابداع حضاري وابداع جميل جدا جدا جدا، عشان كانوا من ضمن الحاجات كانوا عايشين صح، من ضمنها الاكل، من ضمنها المناعه، من ضمنها الحاجات الثانيه. ما كانش حد هيدخن وما كانش حد بيدخن قدام ابوه. في طفل عنده 13 سنه شفته قلت له انت بتدخن قدامنا؟ قال انا بدخن قدام ابويا. قلت له يا ابني ما ينفعش تدخن كده. انا ابويا سايبني. ابوك سايبك؟ يبقى لا يمكن. انت لما بتدخن قدام الاخرين انت بتضرني. ليه؟ احنا قلنا 30 قدم. مش بس كده، ده هو هياخد 30% من الاضرار. التدخين السلبي انا هاخد 70. انت بتضرني، انا هتضر اللي حوالينا. دي حاجه بقى جديده. المدخن 30% واللي قدامه مش هو بيقعد يطلع بيتعرض لتدخين سلبي. هو عمال ينفخ، هو بينفخ، هو مش عارف هو بينفخ، بيطرد عليا انا على اللي حواليه. تخيلي بقى مثلا واحد مسكين قاعد مع 4 بيدخنوا وهو ما بيدخنش، كل واحد عمال يبخ فيه. وتخيلي بقى المدخن ده هو مدخن بيدخن بس هو كمان بياخد سلبي من اللي حواليه. ما هو قاعد مع زميله بيشيش، هو بياخد 7000 ماده سامه من السيجاره بتاعته، واللي بيشيش قدامه هيديله 200 ضعف عشان هو بيديله تدخين سلبي. عمليه خطيره. يقول لك ايه ده؟ فين صاحبنا اللي كان عنده 40 سنه مات امبارح؟ ايه جاله جلطه ومات؟ ده صغير يا ابني. هو كان سمين؟ لا ما كانش سمين، اصله كان بيدخن شيشه. يبقى في حاجات كتير قوي لازم نعرفها. مش هنقعد بقى. بس عارف يا دكتور وحياتك بتتكلم الكلام ده انا كمان بتخض جدا. معلش. بمعنى انه لا، ما هو دي حاجه مهمه قوي نتكلم فيها. ان انا دلوقتي هعرف وهيبقى عندي وعي وهروح اطبق اللي حضرتك بتقوله. أيوه. ولكن هل انا كهند هقدر اتحكم في كل الناس على قدر الإمكان اللي حواليا وكل المجتمع اللي حواليا؟ أيوه. لما انا يبقى جنبي حد مدخن انا هاخد من اضراره 70%. هقول لحضرتك البواب بتاعك بيدخن؟ لا مش عارف. لا تعرف؟ مش حد. انا شخصيا مش هدخل بواب عندي في العماره بيدخن. مفيش بواب جه عندي في العماره كان بيدخن ابدا، ولا هو ولا اولاده ودعان كده. في واحد كان بيدخن قلت له ما تدخنش في العماره. بس هل حضرتك ما تدخنش في العماره، هتدخن بره. هل حضرتك هتقدر تمنع جارك المدخن؟ الجيران بتوعي 40% من العماره عندهم حساسيه، هيسمعوا كلامي. 40% من السكان عندي في العماره خلاص عندهم عارفين. فكله مش بس كده، ده في ساعات في احد الادوار عندنا في العماره خلاص في شمينا سجاره من البلكونه، فسالت ايه الموضوع؟ قال له لا اصله في حد جاي له من السعوديه زياره. عرفنا. وبس كده اما يجي حد الاسانسير في عقب سجاره، مشكله. العقب سجاره بتاع مين اللي في السجاره؟ ايه ده؟ مين؟ انهي دور اللي رمى سجاره في الاسانسير؟ يقول لك في ضرر. في ضرر. اقول لك في ضرر ازاي؟ اصل انت ما تعرفش حاجه اسمها تدخين يد السلسه. يعني ايه يا دكتور؟ حضرتك اما حد بيدخن في الاسانسير كويس ومحدش شايفه،
قلنا 7000 ماده، هيطلع حاجه من ضمنها اسمها زي النيكوتين مثلا. النيكوتين ده طلع ماده لاصقه. يعني ايه لاصقه؟ يعني بتلزق. يعني هتلزق على الحيطه بتاعه الاسانسير والزراير بتاعه الاسانسير، يقوم تقعد تبقى على السطح ده ممكن اسابيع. يبقى انا ممكن دلوقتي اتعرض للماده دي، المسها بايدي وانضر. يبقى ممكن انا اتعرض للمواد الضاره من التدخين عن طريق اللمس، ودي جديده ما كانش حد عارف. يعني ممكن النيكوتين يدخل لي عن طريق الشم، او ان انا اكله، ممكن ابلعه، ان انا المسه بعد ساعه مثلا او ساعتين. يبقى ممكن اضرار التدخين تجيني عن طريق الجلد. واحد. اثنين، ان ممكن انا انضر في مكان ما كنتش بدخن فيه وما شفتش حد بيدخن فيه. ده بقى التدخين اليد الثالثه، ان انا ادخل في مكان وحد يدخن فيه قبل كده واقعد كده هو وارتاح واقعد اخد الاضرار، بس انا مناعتي ضعيف، انا كبير في العمر اخد الاضرار. يبقى ما تدخنش بالاسانسير ولا في مكان مغلق ولا مكان يرتاده الاخرين، من ضمنها السياره. ادي واحد. الحاجه الثانيه برضو بعد كده، ان ممكن منظمه الصحه العالميه بتقول القاطنين في بنايه عندهم ميل اكتر هم واولادهم يجي لهم حساسيه صدر، وحساسيه الصدر 10% من المجتمع. طلع بقى ايه؟ اما الاستاذ بيدخن في البلكونه عشان هو مش عايز يدخن قدام مراته، يقوم يضر السكان اللي فوق. اما الاستاذ بيدخن في الحمام ويقفل عليه او يقفل المطبخ ويقول لك مدخل الشفاط، ما هو بيضر كل الجيران بتوع العماره اللي جنبك. صحيح. شفت بقى الخطوره ازاي؟ ومحدش جريان. بعد كده كمان في كمان اسمها لازم تعرفوها، الدخان التراكمي. ايه الدخان التراكمي؟ ان احنا واحنا ماشيين في الشارع بيجي على ملابسنا وعلى شعرنا وعلى شنبي وعلى شعري ودقني بتيجي اتربه ومشاكل كثيره جدا، من ضمنها ادخنه السجاير اللي انا مش شايفها وعلى السجاجيد. ادخل البيت احضن حد يتلوث، او احطها اعلق البلطو بتاعي في اي مكان في الدولاب او بره، يقوم الدخان بتاع السجاير اللي انا مش شامه ملوش ريحه ده هيضر الاخرين. يبقى الدخان التراكمي هيكون موجود في الملابس المنشوره. يعني معنى كده هو كان بيدخن تحت في البلكونه واحنا ناشرين الغسيل، انا لبست القميص غسلنا تلوث. طيب انا بس يا دكتور عايزه يعني كده بقى هنقول للجيران كده، فالجيران كلهم هيقولوا مش هندخن تاني في العماره. لا، ما هو مهم جدا بقى على فكره الناس تتفرج علينا النهارده، لانه انا مش هقول المعلومه لنفسي ولا حضرتك هتحتفظ بيها لنفسك فقط، ولكن الاف الناس اللي هتتفرج او المواطنين اللي هيتفرجوا علينا النهارده يعني نرجو ان هم يستفيدوا او يبقى عندهم وعي بالمعلومات اللي بتتقال. جيراني كلهم ما بيدخنوش ويطبقوها. لا جيراني ولا زوارهم بيدخنوا. حتى لو يجي مدرس